شاب في سن ال30 كان قاعد بيسمع بانتباه لأحد قنوات الطبخ على اليوتيوب. كان في صوت ناعم ورقيق بيقول: يولع اللحم في البرام، تقطع البطاطس قطع طرنشات وتحطها فوق اللحم، وفرومي البصل، حمري السمنة، حطي الدقيق، التقليب لغاية ما اللون يبقى بني فاتح. نحضر الصلصة، بعد كده نحطها ونضيف شوية ملح وبقدونس وفلفل وبهارات. كان الشاب بيسمع بقلب بيطير من الشوق، لأن الأذن بتعشق قبل العين أحيانا. مش قادر يصبر من جمال الصوت اللي كان بيسمعه، راح لأهله وقال لهم: أنا عايز أتجوز البت الجميلة دي، أنت تعرفها؟ طب أنت شفتها قبل كده؟ طب أنت اتعاملت معاها؟ قال لهم: لأ، بس الفيديو بتاعها هز قلبي وعجبني قوي. صاحبنا ده كان بيخلط دايما بين القلب والمعدة. لو سألته: انت قلبك فين؟ كان بيشاور على معدته. كمان الست اللي عايزة تستولي على قلبه لازم تستولي على معدته الأول. المهم، راح لها حاول يتعرف عليها. بعد ما اتعرف عليها وقام بخطوات الخطوبة، جت ليلة الزفاف. العريس قاعد مالل وعايز يروح، مش قادر يتحمل. انحنى ووشوش العروسة في ودنها وقال لها باهتمام: هو انت لما حطيتي اللحمة في البرام وفرمتي البصل وحمرتي السمنة، ايه رأيك لو حطينا مع البصل شوية توم وكمون؟ العروسة بصت له باندهاش، ما عرفتش تجاوب على سؤاله فسكتت. مرت الأيام الأولى من أيام الزوجية. العريس مشتاق ياكل من إيد مراته، مستني اليوم اللي تدخل فيه المطبخ علشان الأصناف الجميلة اللي سمعها كتير في الفيديوهات بتقولها. أخيرا الزوجة دخلت المطبخ وهو كان راجع من شغله العصر. استنى ساعة ورا ساعة، والعروسة خرجت من المطبخ والعرق والهباب مالي وشها، وقالت له: لا مؤاخذة، أنا علشان ما اتأخرش عليك عملت لك بيض مقلي. قال لها: إيه؟ بيض مقلي؟ المهم كتم غيظه وغضبه وبص للعين المقلي كمان لقاه محروق. الساعة 6 الزوجة لبست ملابس الخروج وانطلقت بسرعة. رايحة فين يا أبلة؟ قالت له: رايحة استوديو التصوير. الزوج المسكين فتح اليوتيوب وجاب قناة اليوتيوب بتاعتها بتاعت الطبخ. سمع صوت مراته في أحد الفيديوهات وهي بتتكلم بكل حنان وجمال وبتقول: أيها الأصدقاء، يوضع اللحم في البرام ونقطع البطاطس شرايح ونحطها فوق اللحم، والبصلة تتفرم فرم ناعم، ونحمر السمنة. نظر الزوج إلى الأرض مش عارف يعمل إيه، يضحك ولا يبكي. تفتكروا عمل إيه؟ الحياة قصة، كل واحد فينا حياته عبارة عن مجموعة من القصص. علشان كده أنا بحب كل أنواع القصص، ولو أنت مهتم بالقصص وعارف أهميتها هطلب منك لايك يساعد في انتشار المحتوى، لأن تشجيعك ليا بالنسبة لي شيء مهم. وياريت تكتب تعليق بنوع القصص اللي أنت بتحبها.